السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الغاليين. الأسبوع هذا الأسبوع السابع من تحدي 90 يوم. شكرا. بارارارا با با با. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الغالين. الأسبوع هذا خلاص سمعتوا في بداية المقطع كل شوي أسبوع مو كل شوي يكرر. سوي شيء جديد يا مخرج. اليوم اللي عندنا تقريبا احنا الحين وصلنا في الأربعينات، يعني تقريبا 42 يوم حاجة زي كذا. اليوم يوم رهيب، يوم جميل، بداية إجازة. أقول لكم حاجة بسيطة جدا، حنصير ننزل حلقة كل يوم أحد. ليش؟ علشان الأسبوع الجاي حتصير حلقتنا ضمن حلقات رمضان بإذن الله. الله يبلغنا وياكم رمضان على خير وبأتم صحة وعافية. ليش نخليها يوم الأحد؟ عشان رمضان، لأن يوم الاثنين حيكون رمضان، اليوم اللي قبله حيكون يوم الأحد. حنسوي حلقة حنتكلم فيها عن نظام رمضان، أنا شو أسوي، متى أمشي، متى آكل، إيش آكل. المهم فالحلقة حتصير تنزل كل يوم أحد إن شاء الله. في أحد الأصدقاء يقول أنت ليش ما تطبخ طبخ صحي؟ يا جماعة الخير، يعني قلناها بالحلقة الماضية وقبل الماضية وقبل الماضية، حنا نظامنا ما هو صحي 100%. ما نبغى نسوي شيء. أنا بالنسبة لي تجربة، أنا شخص أسوي تجربة، وأسوي التجربة هذه أعرضها لكم فقط. لا أنا إنسان لا مختص ولا خبير ولا مدرب ولا كابتن ولا شيء. أنا إنسان عادي زيك، بس اللهم أنا الفرق إني جالس أصور تجربتي فقط، لا أكثر ولا أقل. أقرأ معلومات، شفت معلومة حلوة مفيدة وتأكدت أنها صحيحة، راح أجيبها لكم هنا بالبرنامج وأقولها لكم. ما في معلومة لكن ماني متأكد منها ما حقولها، يعني ماني خبير. أحد يسألني بعضهم يقول لي كابتن، يعني إيش أتدرب أنا يعني كابتن؟ كابتن مين يا عمي؟ ماني كابتن. ولا أنت يا أستاذ. خلينا نشوف طبختنا اليوم. طبخة رهيبة جميلة صحية، خنفشارية. نشوف الطبخة، من بعدها نروح الميزان، من بعدها انتظروا مفاجآت بإذن الله بالأسبوع القادم. حلقتنا اليوم حتكون جدا خفيفة. السلام عليكم. يلا المطبخ. السلام عليكم. طبختنا اليوم راح نحتاج فيه عدة شغلات. الشيء الأول اللي نحتاجه بصل، نحتاج عدة حبات بطاطس، مثلا 2 أو 3 أو العدد اللي نحب نفضل، ثوم، فلفل وملح. نحتاج إكليل الجبل. الشيء الأخير نحتاج صدور دجاج. عاد الآن ندخل هالصينية هذه في الفرن ونتركها لمدة 40 أو 50 دقيقة، ثم نطلعها من الفرن ونشوف كيف النتيجة طلعت معنا. وهنا الميزان. الأسبوع هذا الأسبوع السابع مثل ما نعرف. وزني الأسبوع الماضي كان 105.7. الأسبوعين الماضية ما نزلت كثير، تقريبا نزلت 2 كيلو أو كيلو يعني تقريبا 2 كيلو. المهم الأسبوع هذا نشوف، ويا رب إني أكون نزلت إن شاء الله. نشوف. ووزني لهذا الأسبوع، يا سلام، ما نقصت ولا كيلو والله. كان 107، 105.7. اليوم 105.3، يعني 500 جرام، نص كيلو. سلامات والله. صراحة الأسبوعين الماضية مرة إيش السالفة يا جماعة. فإن شاء الله رمضان جاي أنا أوريك يا أنا لا حول. لابس فانيلة كلها برجر وكلها بيتزا ودونات. المهم لا أحد يتحطم، يعني لو ما نزل وزنك ترى الموضوع طبيعي يعني. فمثل ما قلنا الحلقة الماضية، لا تصدق الميزان. أهم شيء الفنايل اللي تلبسها، الملابس اللي تلبسها تكون صدق صارت تيجي عليك، تيجي على مقاسك. الميزان مو دائما صحيح، لكن احنا مثل ما قلنا انه بس عشان نثبت انه جالسين ننزل يعني، بس كذا طلع نفسك اعذار يعني نصاب. لكن وعد مني لكم بإذن الله الأسبوع الجاي إنه لازم أنزل أقل حاجة 1.5 كيلو أو 2 كيلو بإذن الله. وأنا عندي هذا الوعد. ونشوف الأسبوع الجاي لازم وزني يكون بإذن الله الأسبوع الجاي 103.5. شكرا لكم يا أصدقاء. لا تنسون لايك، اشتراك وتعليق رهيب زيك يا صديقي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا سيرت افطر فطور يعني في الموضوع عرفتم يعني السالفة.